بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. انا بعشق البلاي ليست اللي بتظهر مره واحده. يعني انا كنت قاعد بفكر في فكره فيديو عجبتني جدا وكنت عايز اعملها، وهو موضوع الاوفلاين. ان انا لو انا ما عنديش لو اليوزر ما عندوش نت مثلا ودخل الابلكيشن بتاعي، عايز اعمل زي فيسبوك مثلا، ان انا بظهر له شويه بوستات متكيشه من عندي، حاجات قديمه، يقدر ان هو يسكرول شويه في الابلكيشن، يقعد شويه بدل ما يخش يلاقي ايرور مسج ويطلع على طول. فانا عشان اطبق الفكره دي، فانا كان قدامي ان انا اعمل دامي داتا او دامي ابلكيشن ملوش لازمه، اشرح بس عليه الفكره وخلاص هرميه ملوش لازمه. قلت طب ليه ما اعملش ابلكيشن صغير وفي نفس الوقت كويس؟ ان انا عملته قبل كده زمان وانا كنت لسه بتعلم فلاتر. فانا هبدا ان انا هنعمله سوا دلوقتي في بلاي ليست هتبقى صغيره مش كبيره، ان شاء الله ما تزيدش عن 7 8 فيديوهات بالكتير قوي. وهيبقى عباره عن البروسيس كامله، ازاي انا بشتغل في البروجكت بتاعي، ازاي بقسم الفايلات، ازاي بفكر في اللاي اوت بتاعتي، وازاي بهندل الداتا، وازاي بعمل الكيوبت وكل الكلام ده. فبس كده هي دي فكره النهارده. مبدئيا في كذا بروسيس او في كذا طريق ممكن تبدا فيه وانت بتبدا في اي مشروع. في ناس بتحب تبدا باليو اي، ان هي تخلص اليو اي كله وبعد كده تمسك اللوجيك تخلص اللوجيك كله. في ناس بتحب تعمل ميكس، ان هي تخلص سيكشن سيكشن وتخش تعمل الاي بي اي كول بتاعت كل سيكشن. انا طبعا بحب الطريقه الاولانيه، انا بحب اخلص اليو اي كله عشان ابقى خلصت من حاجه حاجه تمام. فانا بقسم البروجكت بتاعي لكذا نقطه، وكل نقطه بخلصها لوحديها عشان ببقى خلصت من سيكشن كامل مع بعضه تمام. وبرضو جوه اليو اي نفسه في ناس بتحب تعمل، او في طريقتين. اول ناس بتحب تعمل اللي هي بتخلص اليو اي كله، يعني انا عندي سكرينه اللي هي الهوم سكرين، باجي اروح مخلص الهوم سكرين كلها، بعد كده اروح اعمل لها ريفاكتور، ابدا ان انا اقسم واظبط الفايلات بتاعتي، وبعد كده خلاص انا كده خلصت اليو اي، ابدا ان انا اخش اعمل كيوبت واعمل بلوك بروفايدر واعمل البلوك بيلدر وكل الكلام ده، ونبدا ان احنا نهندل حوار النتورك. انا بفضل ايه؟ انا بحب اكسب وقت، انا بحب اوري العميل الابديت بتاعي سريعا. فسريعا ده مش معناه ان انا هعك واروح اوري له في الاخر، لا، انا بحب ان انا بخلص. فانا بالنسبه لي السرعه مهمه، فانا عايز اخلص له الكلام ده بسرعه عشان اوري له الريزلت اللي انا وصلت لها. ولو هو تمام ببدا ان انا اعمل ريفاكتور، فانا ببدا اقسم الكود بتاعي عشان يطلع بشكل منظم، ولو حبيت اعدل عليه بعد كده يبقى الموضوع كويس مش صعب. وبس كده، ده فيديو النهارده هنعمل النيوز اب. انا كنت عملته قبل كده وانا لسه بتعلم، بس دلوقتي هنقل طريقه شغلي، ازاي انا بقسم، ازاي انا بشتغل. وبس كده خلينا نبدا على طول. وبالمناسبة دي هتبقى تجربة كاملة ليا وأنا بشتغل، فأنا لو قابلني أي ايرور هنخش نحله سوا، عشان زهقت من عباءة البرفكشنزم. الناس بقت فاكرة إن كل الناس عارفة الكود أو حافظة الكود أو عارفة الاستراكشر كله. لا، أنت ممكن تبقى عارف 60 70% والباقي تسيرش عليه أو توفر على نفسك. وده اللي هنعمله في فيديو النهاردة. هنستخدم ديب سيك ان هو كيو اي يعني يقدر يساعدنا. طيب هل هو بيساعدنا؟ هل انا ما اعرفش اعمل الكلام ده؟ لا، انا اعرف اعمل الكلام ده، بس لو هو يعني انا بالنسبه لي انا اكسب وقت ان انا اعدل احسن ما انا اعمل حاجه من الاول بايديا. فانا لو في حاجه بتوفر عليا انها بتديني الكود جاهز وانا يا دوبك هعدل كام اتريبيوت بس عشان يديني الريزلت اللي انا عايزها، فانا هستخدمه. طيب بدل ما اعمل ابلكيشن او بدل ما اعمل سكرين او التاسك بتاعي في ساعتين ثلاثه، ليه ما اعملهاش في نص ساعه او في ساعه؟ فبس هي دي النقطه. وهو ده اليو اي بتاعنا. لو جينا بصينا هنلاقي عندنا وهو ده اليو اي بتاعنا. لو جينا بصينا هنلاقي عندنا الهوم سكرين وعندنا الديتيلز سكرين. فاحنا نبدا ان احنا نعمل نيوز اب، فهنعرض النيوز كلها في الهوم سكرين، ولو عايز يشوف الديتيلز بتاعت كل خبر هيبدا ان هو يخش على الديتيلز بتاعتها. فخلينا نبدا على طول، وهنيجي نعمل بروجكت جديد وهنبدا ننظف بس الفايلات اللي ملهاش لازمه. فهنبدا ان احنا نشيل الهوم بيج، وبعد كده هنبدا ان احنا نكريت الهوم سكرين عشان نيجي نبصيها في المين. فهنبدأ ان احنا نكريت الهوم سكرين ونخليها ستيتلس ويدجت، وهنسميها الهوم سكرين، وهنشيل البليس هولدر ونديها سكافولد.
وبعد كده هنشيل الهوم بيج وهنحط بدلها الهوم سكرين اللي احنا عملناها. هتلاقي ان هي سكرين بيضة عشان السكافولد. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل فولدر نسميه الكور. الكور ده اللي هيبقى شايل الفايلات العامة اللي بنحتاجها في الابليكيشن، ومنها الفولدر بتاع السيم. وعشان ما احبش منظر السيم لوحده كده، فهنبدأ ان احنا نعمل مثلا الراوتر اللي احنا نبدأ نعرف فيه الراوتس بتاعتنا عشان نعمل النافيجيشن. وجوه السيم هنبدأ ان احنا نعمل الاب كولرز. في طبعا مسميات بتختلف، في ناس بتحب تسميها ماي كولرز، في ناس بتسميها اب كولرز، في ناس بتسميها كاستم كولرز. زي ما انت عايز تسميها سميها. انا بحب عامه اعمم الاب سواء في التكست ستايلز، سواء في الكولرز، في الفونتس، كل الكلام ده. فلو جينا بصينا على الديزاين هنجيب السكافولد باك جراوند كولر، واللي هو اللون الاسود بتاعنا، فهنبدأ نسميه السكافولد باك جراوند كولر. وهنيجي في السكافولد نبص لها الباك جراوند كولر اللي احنا لسه معرفينه في الكونستانتس. طيب انا دلوقتي هو لون اسود عادي، طب انا ليه ما بصهوش اعمله colors دوت بلاك مثلا؟ عشان انت بعد كده لو انت بتعمل سيمنج انت مش هتثبت البلاك. طب انا عايز اغير الباك جراوند دي، لو هو لايت سيم اخليها وايت مثلا، فانت ما ينفعش تثبت فاليو كونستانت. تمام. طيب لو جينا نعمل اول سيكشن عندنا هنلاقي ان هو عباره عن رو، وجوه الرو شايل كولم عشان حاطط تو تكست تحت بعضيها. هنبدا ان احنا نجيب الالوان بتاعه السكشن ده مره واحده، بدل ما اقعد كل تكست اجيب الكلر بتاعه. فانا جبت اللون الابيض اللي فوق، وبعد كده هاخد اللون الجراي اللي تحت، وهنبدا نسمي كل واحد باسمه. طبعا انا ما بحبش اسمي الوايت كلر مثلا او الجراي كلر لانه ممكن يتشابه مع حاجات كتير، فانا مش عارف اميز هو ده ايه. بس بما اني مش هعمل السيمينج في الابلكيشن ده، فالمسميات هتبقى واضحه بالنسبه لي. فانا الجراي عارف الجراي بتاع ايه، لو هو وايت انا عارف هو وايت بتاع ايه. انما لو عندي دارك سيم ولايت سيم هبدا ان انا اهتم بالمسميات عشان اعرف اميز ما بين الالوان. بعد كده هنبدا ناخد كل الالوان الموجوده بما انها مش كتير، فاللهم الا اللون الابيض والجراي واللون الاخضر او الفسفوري ده بس. واللون الجراي بتاع الكارد الموجود تحت اللي فيه الخبر مثلا. بعد كده جوه السيم هنبدا ان احنا نعرف الاب تكست ستايلز. هنبدا نعرف الاب تكست ستايلز عشان نحط فيها الستايلز بتاعتنا بتاعت الفونت، عشان احنا نستخدم جوجل فونتس. فبدل ما انت كل مره تقعد تعرف جوجل فونتس وتبدا تدي له كلر وتدي له فونت وتدي له ويت، فلا احنا بنثبت الحاجات دي عامه في فايل معين عشان يسهل عليك الموضوع بعد كده. لان الابلكيشن بتاعك كله بيبقى عباره عن تكست تقريبا، فانت هتحتاج الموضوع ده كتير، ما تقعدش تحرق في وقتك بعد كده. فنبدا ان احنا نعرف التكست ستايل الاولاني بتاعنا. انا بحب اسميها فونت، بعد كده اديها الفونت سايز بتاعها، يعني فونت مثلا 12 وبعد كده الويت. فانا بسميها فونت، بعد كده التكست سايز، وبعد كده الفونت ويت. يعني فونت 12 سيمي بولد او فونت 14 بولد مثلا. انا بحب اسميها كده، بتبقى واضحه بالنسبه لي. وغير كده برضو ممكن تضيف الكلر في الاخر، يعني ممكن تسميها فونت 12 سيمي بولد بلاك مثلا. او في ناس بتحب ان هي تباصي الكلر في الاتريبيوتس بتاعتها. فايا كان انت بتحب تشتغل ازاي، اعمل الطريقه اللي انت بتحبها وبتريحك في شغلك. طبعا لازم تصدق ان مفيش حاجه صح مطلق في فلاتر او في مجال السوفت وير عامه. مفيش حد يطلع يقول لك ده الصح ومفيش غيره. لا، في حلول كتير بتبقى صح، بس في تفضيلات شخصيه دي اللي بتفرق كل حد عن التاني يعني. بس هو زعلان عشان فكره الكونست او الفاينل.
فانا لو جيت خليتها تكست ستايل هتلاقيها ظبطت، وممكن نخليها ستاتيك عشان نعرف نعمل لها اكسس من بره الفايل ده. وفي الاخر انا كنت بجرب ان انا ممكن اديها الكالر كفاريبل يعني من بره، او انا اللي ابعت لها الكالر من بره، بس طبعا مش بتنفع كده. المفروض نعملها فانكشن بترجع تكست ستايل. احنا مش عاملين فانكشن بترجع تكست ستايل اللي هي بتعمل جيتر يعني من الاخر. فاحنا عادي ممكن نعرف الكالر زي ما هو، مش لازم ناخده من بره. وكلها اراء شخصيه طبعا، اللي عايز يهاجمني هيهاجمني، ما عنديش اي مشكله. بس ونبدأ نديها الكلر الأبيض بتاعها. وبعد كده هنبدأ في الديزاين بتاعنا. طيب احنا لو جينا بصينا خدها سيكشن سيكشن، احنا أول سيكشن بالنسبة لنا اللي هو عبارة عن رو. طب أنا عرفت إن هو رو إزاي؟ عشان أنا عندي تكست على الشمال وعندي صورة على اليمين. طيب لو مسكت جوه الرو ده بقى عندي كولم. ليه؟ لأن أنا عندي تكست وتحتيه تكست. طيب ايه اللي بيعمل لي ده؟ الكولم. فأنا دلوقتي حطيت في دماغي إن أنا عندي حاجتين جوه بعض. أنا الأول عندي رو، انا هعمل كولم كبير شايل السكرين كلها، تمام. بعد كده اول سيكشن هبدا فيه اللي هو عباره عن رو. جوه الرو ده عندي كولم، الكولم ده شايل اتنين تكست تحت بعض، اللي هو مثلا وليكن ويلكم وتحت الاسم بتاعك، او ويلكم فلان وتحت هاف ا نايس داي مثلا، ايا كان التكست يعني مش هتفرق. فبعد ما نضيف التو تكست هنطلع بره الكولم وتروح للرو عشان نضيف الصورة اللي هي السيركل افاتار، ونبدأ ان احنا ندي سبيسنج حواليها. فانا دلوقتي بضيف التكست التاني بتاعنا، وهنبدأ ان احنا نعرف له التكست ستايل بتاعه. وطبعا انت ممكن يعني تحس ان الموضوع ده رخم شوية في الاول، بس لما الابلكيشن يوسع منك هتلاقي ان في حاجات كتير بتتكرر معاك. فانت ممكن تحتاج الفونت 12 سيمي بولد ده مثلا كتير جدا. فانت بدل ما انت كل مره تقعد تعرفه وتحط تكست ستايل وتحط ويت وتحط كلر، لا انت اوريدي بقى عندك جاهز. هو رخم بس في الاول وانت بتعمل ستراكشر للبروجكت بتاعك، بس لما تيجي الابلكيشن يوسع منك هتعرف فايده الموضوع ده، تمام. بعد ما عملنا هتلاقي ان التكست ظهر معانا فوق. طبعا هو لسه طالع محتاجين نظبط السيف اريا شويه. خلينا بس نبدا نعمل سبيسنج. انا لو اديته سايزد بوكس 10 مثلا هتحس ان 10 كبيره حبتين ثلاثه، فانا هبدا ان انا اخلي ال 10 5 تقريبا. وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل سيف اريا عشان ينزل تحت الستيتس بار، وهتلاقي ان هو ظهر معانا بشكل كويس. بعد كده الكولوم هنبدا ان احنا نديله كروس اكسس الاينمنت ستارت. طيب انا عرفت ان هو كروس اكسس الاينمنت ازاي؟ عشان انت ببساطه المين اكسس الاينمنت بتاع الكولوم بالطول، الكروس اكسس الاينمنت بتاع الكولوم بالعرض. فانا دلوقتي انا عايز اجيبه بالعرض، تمام. طيب العرض ده انا عايز اوديه في الاخر ولا اجيبه في اول العرض؟ لا انا عايز اجيبه في اول العرض. فانا بعمل الكروس اكسس الاينمنت ستارت عشان يجي لي من الناحيه الاولانيه مش من النهايه. بعد كده كنت بحاول ان انا اجيب الصوره بتاعت الشخص ده، بس هتلاقي ان الصوره مش مظبوطه وفيها يعني في حاجات حوالين الصوره. فانا ممكن اروح اجيب دامي صوره يعني من على النت. فانا اخش على فلات ايكون، وجوه الفلات ايكون هتلاقي ان في ايكونز كتير جدا طبعا فري. فهنبدا ان احنا نعمل داونلود للافاتار ده، وهنبدا ان احنا نحل البازل عشان نعمل داونلود. وبعد ما نزلنا الصورة هنيجي نضيفها في الاسيتس فولدر بتاعنا. وما تنساش طالما ضفت الاسيتس هتروح تعرفه في البابس بيج دوت يامل، فهنعمل له انكومنت وهنبدأ نضيف الباس بتاعنا.
وهيبقى الاسيتس، وما تنساش السلاش اللي في الاخر عشان يجيب لك كل الايتمز اللي موجوده جوه الفولدر. بعد كده هنيجي ندي الباس في الايمج دوت اسيت بتاعتنا عشان نبدا ان احنا نلود الصوره. بعد كده هتلاقي ان الصوره ظهرت بس شكلها كبير جدا، فهنبدا ان احنا نديها ويدث 50 مثلا، فهتلاقي ان هي مظبوطه لحد ما. فانا عايز اديها البوردر اللي هو حوالين الصوره، فانا هديها سيركل افاتار، وهبدا ان انا اظبط الراديوس بتاعها بحيث ان هو يبقى متناسق مع الصوره. فانا اصغر الصوره شويه بسيطه عشان تلاقي ان هو ظهر البوردر حوالين الصوره. بعد كده هنيجي في الرو هنعمل المين اكسس الاينمنت، نخليه سبيس بتوين عشان نسيب المسافه في النص ما بين الايتمز اللي على الشمال والايتمز اللي على اليمين. فهتلاقي ان هو لازق في الحواف قوي، فانا هبدا ان انا اديله بادنج سيمتريك يعني لو عايز تدي من على اليمين ومن على الشمال مع بعض، وفيرتيكال لو عايز تحط من فوق ومن تحت مع بعض، نفس الفكره. بعد كده هنبدا ان احنا نظبط بس البادنج وهنكمل. وما تستغربش من الشكل، عارف ان الدنيا شكلها مش كويس وهتلاقي ان الدنيا عكه وفي كود كتير مع بعضه، بس انا بحب مره واحده، يعني انا بحب الريفاكتور كله مره واحده. يعني الكلاس لو هياخد معايا 200 سطر مثلا حلوين، انا ببدا ان انا اقسمهم بكومنتس، ولما بخلص اليو اي بتاعي اروح اعمل ريفاكتور، اخد كل ويدجت لوحديها في فايل معين. فانا دلوقتي محتاج ان انا اجيب صوره، مجرد بس اعمل دامي داتا لحد ما نبدا في الاي بي اي ونجيب الداتا بتاعتنا. فانا محتاج اي صوره، هاجي على الصوره دي مثلا اجيب كوبي الايمج ادرس، وهروح لديب سيك اخليه يعمل لي الكاروسيل سلايدر بتاعي. فاتعلم ازاي تدي البرومبت بتاعك صح عشان تخلي الاي اي عامه يعمل لك اللوجيك اللي انت محتاجه، سواء شات جي بي تي، سواء كلاود، سواء ديب سيك، ايا كان كله زي بعضه. انا نقطه اللوجيك بحب ديب سيك الى حد ما. ديب سيك تحس ان هو متعلم حبتين ثلاثه عن شات جي بي تي. شات جي بي تي ممكن في البيزك منه يديلك، لكن الحاجات اللي فيها اللوجيك وحاجات يعني متعمقه اكتر شويه، هتحس ان شات جي بي تي بيهيس معاك جامد. بعد ما اديته البرومبت واديته الصوره قلت له اعمل لي كاروسيل سلايدر وضيف لي في الباكج اللي هي سموز بيج انديكيتور، اللي هي الدوائر اللي من تحت عشان تعرفني انا واقف على انهي صوره. هتلاقي ان هو بدا يجنريت بكل بساطه. وهنبدا، خد بالك احنا مش هناخد الكود زي ما هو هنسلم بيه، لا انت بتاخده وبتبدا تضيف عليه التحسينات بتاعتك او التعديلات اللي انت محتاجها عشان يماتش السين بتاعك. تمام. فاحنا بدل ما نبدا من الاول نبدا ان احنا نضيف الباكج ونقعد نقسم واحده واحده واحده، لا انا بحب اخد الكود جاهز واعدل عليه حاجات بسيطه جدا. فانت لو لاحظت هتلاقي ان الوقت اللي انت بتاخده في التعديل حاجات بسيطه احسن بكتير من ان انت تبدا تعمل كله بايديك. طالما ده اوبشن وده اوبشن انت متوفر على نفسك، طالما انت كده كده عارفها. لكن لو انت مش عارفها لا يعني ذاكرها الاول، فاهمني؟ بس فهنبدا ان احنا نعمل الفولدر بتاعنا، وهنبدا ان احنا نقسم الفايلات بتاعتنا عشان الدنيا ما تكبرش. فانا هبدا ان انا اعمل الفيتشرز بتاعتنا، وجوه الفيتشر هبدا اقسم كل فيتشر. فانا الفيتشر بتاعتي بالنسبه لي هتبقى عباره عن 3 حاجات اساسيه، وهي البرزنتيشن واللوجيك والداتا. ايا كان المسميات اللي انت بترتاح لها اعملها، كله سليم ما فيش فيه اي مشكله. فانا جوه البرزنتيشن ببدا اقسمها ويدجتس وسكرينز. طبعا انا ما عنديش دلوقتي غير الهوم سكرين، فانا مش محتاج اعمل فولدر للسكرينز، انا هي فايل واحد فانا مش محتاج. لكن الويدجتس طبعا دي اللي بنبدا نعمل ريفاكتور فيها، فاحنا محتاجين فولدر للويدجتس جوه كل برزنتيشن لاير جوه فيتشر معينه. بعد ما حطينا الفايل بتاعنا هنبدا ان احنا نظبط الامبورت، وهنعمل الامبورت سواء للسموث بيج انديكيتور او للكاروسيل سلايدر.
وعلى فكره انت مش لازم تعمل الموضوع ده بباكج كارسل سلايدر، ممكن تعملها بيج فيو مثلا ويسكرول على اليمين، مفيش فيها اي مشكله. ايا كانت الطريقه هي صح وهي شغاله معاك، مفيش فيها اي مشكله. بلاش تعقيدات اللي هو لازم نعمل كل حاجه، طب انهي صح، طب انهي مش عارف ايه. طبعا في كيسز بيبقى فيها حاجات احسن من حاجات، لكن في النهايه في حاجات كتير بتأدي نفس الوظيفه، فاهمني؟ ما تعقدش الدنيا وخلاص. فده المنظر اللي ديب سيك عمله لي. انا محتاج ان انا اظبط فيه كذا حاجه، انا مش عايز ابين اللي على اليمين واللي على الشمال، وفي نفس الوقت الهايت كبير حبتين، فانا صغرت الهايت عشان الصوره تبدا تعرض معايا. وبعد كده هبدا ان انا اظبط الفريكشن عشان الصوره تبقى واسعه وما تبينش اليمين والشمال اللي كانت باينه. بعد كده انا محتاج ان انا اظبط الديوريشن عشان السلايدر بتعمل سلايد بسرعه، فانا عايز الدنيا تبقى اهدى شويه. فنبدا ان احنا نديها ديوريشن وهي نديها بالملي سكندز، هنخليها 1200 تقريبا عشان تحس ان هي بقت اهدى الى حد ما. بعد كده في السكرين الاساسيه بتاعتنا اللي هي الهوم سكرين هنبدا ان احنا نظبط السبيسنج. طبعا السايز بوكس مش دي الطريقه اللي انا دايما بشتغل بيها، انا بحب اعمل الفيرتيكال سبيس والهوريزونتال سبيس. ده زي اكستنشن كده بسيط تبدا ان انت بتعمله وتحط فيه الدوت اتش والدوت دبليو بتاعت السكرين يوتل عشان توفر عليك، بدل ما انت تقعد كل شويه تعمل سايز بوكس وتدي له مثلا 10 دوت اتش، لا انت بتعمل زي فانكشن بسيطه تدي لها الرقم بتاعك اللي هو 10 مثلا، وهي تعمل لك السبيسنج وتهندل لك الريسبونسيف بتاعها. بس طبعا ده مش الغرض من الابلكيشن بتاعي اللي انا بعمله دلوقتي، فانا هحط الحاجات الاساسيه اللي انا محتاجها بس عشان تسيرف الفكره اللي انا عايز اطبقها بعد كده. دلوقتي انا بظبط في السموث بيدج انديكيتور اللي انا عملتها، خليت البرايمري كلر بتاعها اللون الاخضر. وبعد كده حاسس ان السبيسنج اللي من فوق مش ظابطه قوي، فانا هبدا ان انا اديها فيرتيكال سبيس من فوق عشان الدنيا تبقى اوضح وما تبقاش لازقه في الحواف. بعد كده هنبدا ان احنا نعمل السكشن بتاع التاب بار. فبرضو نفس الفكره، بدل ما انا اروح اعمل الكلام ده بايديا، ممكن اروح لديب سيك اخليه يعمل لي اللي هو عارفه، وممكن انا اعدل عليه بعد كده اخليه قريب لاحتياجي. طبعا انا مش هعمل اللي في اليو اي ده بالظبط عشان انا مش ده الهدف الاساسي من البلاي ليست دي، مش عايز اطلع كل حاجه بالظبط. طبعا في فيديوهات لليو اي مخصصه بنبدا نعمل فيها كومبلكس يو اي، فطبعا انا محتاج الفيديو ده او البلاي ليست دي عشان تخدم على الفيديو الاخير بتاع موضوع الاوفلاين، عشان موضوع الاوفلاين ده موضوع حلو قوي ومش ناس كتير بتطبقه. يعني اغلبنا لما بنيجي نهندل حوار الانترنت بندي له ايرور مسج كده، والله انت ما عندكش انترنت كونكشن، تراي اجين مثلا. لكن طيب انا كيوزر دخلت ما عنديش نت مثلا، فانا هبدا ان انا اعرض له حاجه متكيشه عندي من الاول، فانا كده بخلي اليوزر يقعد عندي في الابلكيشن اكتر. اليوزر مش متضايق، ما فيش مشكله بالنسبه له، عادي ما عنديش نت هتفرج شويه على الحاجات اللي موجوده مؤقتا لحد ما النت يرجع وابدا ان انا اكمل التجربه بتاعتي في الابلكيشن يعني. بس فانا بدي دلوقتي البرومبت التاني لديب سيك عشان يبدا ان هو يعمل لي التاب بار. وهو بيعمل تاب بار على قد معرفته هو او على قد ما انت بتشرح له، فهو بيديك حاجه ممكن ما تكونش 100% شبه اللي انت عايزه، فانت بتبدا تاخد الكود ده ونعدل عليه. فانا دلوقتي هسيبه يجنريت الريسبونس بتاعنا. طيب وبعد ما اخلص الكود جنريشن هنيجي ناخد الحته اللي احنا عايزينها، بس انا مش محتاج السكرين كلها، انا محتاج اخد التاب بار بتاعتي.
فانا هبدا ان انا اعمل لها سيلكت وهناخدها ونروح على البروجكت بتاعنا. بعد كده هنيجي بعد الكاروسيل هنبدا ان انا بضيف كومنت عشان اعرف وانا بعمل الريفاكتور ان انا كل حته ما الزقهاش في التانية عشان اعرف اظبطها بعد كده. طبعا انا دلوقتي لو عملت الكوما وجيت ارن مش هيحصل اي حاجه عشان ضارب اوفر فلو او هو مش ظاهر اصلا، عشان الويدجت اللي هو عاملها لي معموله اكسباندد وانا عندي حاطط سنجل تشايلد سكرول فيو. فانا هبدا ان انا اديها سايزد بوكس، والسايزد بوكس اديله هايت. هتلاقي ان التاب بار بتاعتي ظهرت لما ببدا ان انا احددها في هايت معين. فانا دلوقتي محتاج ان انا اظبط شويه في الستايل عشان هو بعيد عن اللي موجود في الديزاين. فانا هبدا اخد التكست اللي موجود في التاب بار. طبعا انا باسس اللي بعد كده، يعني الديزاين ده مؤقت حاجه بس منظر كده لحد ما نبدا نعمل الاي بي اي كولز ونجيب الكاتيجوريز بتاعتنا بتاعت الاخبار وهنبدا نعرضها في نفس المكان ده. دلوقتي هجرب ان انا اديها بادنج وهحس ان انا مش محتاج بادنج، فانا هبدا اشيل بادنج تاني. انا كل ده انا بجرب معاكم وانا مش محضر للفيديو، كل ده انا بفكر ازاي نبدا نخليها تظبط شويه. فانا حسيت ان التاب دلوقتي بقى شكلها الطف الى حد ما. طبعا انا لسه مكمل، انا ما خلصتش، بس مبدئيا شكلها الطف. واحده واحده هتلاقي ان هي بدات تقرب من الديزاين اللي احنا عايزينه. فانا لو رجعتها تلاقي ان هي مش ظابطه، فانا هبدا ان انا ارجعها تاب مره كمان. بعد كده هبدا ان انا اخد الكلر بتاع التاب بار نفسه، هبدا ان انا اروح اضيفه في الكلرز اللي انا عملتها وهي اسميه دارك جراي كلر عشان هو اغمق شويه من الكلر الجراي اللي احنا ضفناه قبل كده. وهبدا ان انا اختار الكلر بتاعي. طبعا التكست كله ابيض، فانا مش محتاج ان انا اعمله اسود، فانا اخليه كله ابيض عادي. فانا دلوقتي هاجي في التاب بار هبدا ان انا اديله الليبل ستايل عشان محتاج ان انا اصغر الفونت اللي موجود شويه. فلو لاحظنا هتلاقي ان الديزاين قرب شويه حلوين من الديزاين الموجود في فيجما. طبعا مش لازم بالحرف، مش لازم اللي هي الكونتينر الخضراء اللي موجوده من تحت، طبعا هي كويسه كيو اي بس ما تعطلش نفسك، ممكن نبقى نعملها قدام. طبعا الهدف مش من الفيديو ده ان انا اقعد اعلمك اليو اي وازاي نعمل ونسوي، لا انا بوري لك البروسيس ازاي بشتغل، ازاي بقسم الكود، ازاي بنعمل الاي بي اي ريكويست، ازاي بنهندل كل الكلام ده في الابلكيشن او في اي ابلكيشن بنبدا نشتغل فيه. وبعد كده هنيجي في الانديكيتور كولر هبدا ان انا اديله الكولر دوت ريد عشان ابدا اشوف هو انا بفكر دلوقتي انا محتاج اغير ايه. فانا الانديكيتور كولر ما ظهرش معايا اصلا فانا مش محتاجه. الديفايدر كولر هو الكولر اللي من تحت، انا بتاكد بس ان هو، فانا بعرف ان هو ده ولا لا بغير الكولر بتاعه واشوف هو سمع ولا لا. هي دي الفكره. بس كده. بعد كده هبدا ان انا اجرب ان انا اديله بوردر، وطبعا لما اديله بوردر هيدي على الكونتينر السوداء اللي هي سيلكتد من جوه، فشكلها مش هيبقى كويس. بالظبط كده. فانا بجرب بس اشكال يعني اشوف يمكن اطلع بنتيجه احسن، بس طبعا هي ما ظبطتش. هجرب ان انا ادي من البوتوم من تحت، هتلاقي ان هي ظاهره كانها شادو مثلا او حاجه، فبرضو مش هتبقى احسن نتيجه يعني. ولو ان شكلها مش وحش بس مش حاسس ان هي ماشيه مع الثيم العام بتاع الابلكيشن بتاعنا. فانا جيت في الاخر وهبدا ان انا اشيل البوردر. وفي الاخر خالص حاسس ان الكيرف بتاع الكونتينر السودا نفسه مش عاجبني او مش
مش حاسس ان ده الريزلت المرضي بالنسبه لي. فانا هبدا ان انا ادي بوردر راديوس لكل الاتجاهات، مش بس من البوتوم رايت او ليفت، لا انا هديه في جميع الزوايا. ولو جينا عملنا هوت ريلود هتلاقي انه حاسس انه اندمج كده في الديزاين بتاعنا. فانا حاسس دلوقتي انها تكبر بنسبه كبيره، ده اللي انا محتاجه، ده اللي انا عايزه. لحد دلوقتي ده اللي هنكتفي بيه. هقسم الفيديو ده على فيديوهين عشان الهوم سكرين داخله تقريبا في حوالي ساعه، فانا مش عايز الفيديو يطول عشان الناس ما تزهقش. بس بكره او بعده بالكتير هتلاقي الفيديو التاني نزل. وبس كده، ده فيديو النهارده، والسلام عليكم.